الواحد اتعشم ليه؟ يعني اتعشمنا ان احنا ممكن نعمل حاجة، وتعشمنا ان احنا ممكن نرجع تاني، وما اتعشمتش خالص بسبب اللعيبة، ولا بسبب المدرب، ولا بسبب الاداء اللي احنا اصلا مش شايفينه من اول الموسم، ولا بسبب تغيير المدرب، ولا بسبب الادارة، ولا بسبب الصفقات، ولا بسبب اي حاجة، الا انك اتعشمت انك انت ريال مدريد، انك انت بترجع عادي بدوري الابطال، ان انا شفت ماتشات اوحش من دي بكتير بكسب فيها، ان انا شفت ماتشات اصعب من دي بكتير وانا اوحش بكتير وبكسب فيها، شفت ماتشات من غير اداء وبكسب في النتائج، شفت ماتشات انا وحش قوي وسكواد وحش قوي، واوقات انا وحش قوي وسنين انا كنت زي الزفت وبكسب فيها. فما ينفعش تيجي تقول لي دلوقتي ان انا ما اقدرش اكسب، ما ينفعش تيجي تقول لي دلوقتي ان انا ما اقدرش اكسب بايرن في بايرن في المانيا وانا خسران بس 2-1 على ملعبي. لا ده هي اتهيأت كمان وادتني امل اكبر ان انا بكل بساطه 1-0 في اول 55 ثانيه، غلطه من نوير وقعت بايرن كلها، المفروض انها وقعت البايرن كلها. هوب في ثانيه، في 55 ثانيه بالظبط كنت مسجل اول جون في بايرن في ملعبه في المانيا، جون التعادل اللي رجعك تاني للحياه. رحت انفرادين او هجمتين خطار بعديها وضيعتهم، فانا لا انا لسه موجود على الساحه، لسه موجود وبنافس. بس تعالى، يعني الألم يا معلم أو الواقع، أو أنت بكل بساطة واقعي، خلينا واقعيين. هل أنت تنفع تكسب بايرن في ألمانيا؟ لا. هل أنت كنت وحش؟ لا خالص، أنا ما كنتش وحش، ما كنتش كارثة، بس كان عندي شوية عيوب. عندي شوية عيوب أهمهم إن أنا عندي اتنين سنتر باك ما ينفعوش يلعبوا في انبي، ما ينفعوش يلعبوا في فرقه كبيره بحجم مدريد، ما ينفعوش يلعبوا في فرقه بتنافس على دوري الابطال، ما ينفعوش يلعبوا في فرقه كبيره. شفنا ارسنال بتعمل ايه يا معلم؟ ارسنال مش البيك، او ارسنال دلوقتي مش البيك، بس ارسنال لما حبت بس تنافس على بطوله جابت اتنين سنتر باك زي جابريال وساليبا. سيتي جابت جويهي، جابت خوسانوف، جابت كميه لعيبه، جابت كميه سنتر باك. برشلونه عشان تنافس بس على بطوله او بطولتين، واحد جابت سنتر باك زي كوبارسي من الناشئين، واحد جابت مارتينيز اللي بعد كده مشيته، بس واحد جابته عشان عارفه ان هو مدافع حلو. ليفربول واحد جابت فان دايك عشان تعرف تنافس على كل البطولات. اي فرقه عندها بطوله او بتنافس على بطوله، او اي فرقه كبيره عندها اتنين او واحد سنتر باك محترم. انا ليه العب بوديجيه والابا واسينسيو وهويسن وميليتاو؟ ايه يا صاحبي؟ ايه دول؟ ايه شويه الوقش اللي عندي دي؟ دي شويه رقش، دي مش شويه لعيبه، دي مش سنتر باك ريال مدريد. دول مش لعيبه اقدر اعتمد عليهم في اي وقت من الاوقات، اقدر اعتمد عليهم ان هم يكسبوني بطوله. انا تاني موسم على التوالي اطلع بموسم صفري وفكك. انت مش هتكسب دوري، انت مش رايح تكسب دوري. واحنا بنقعد نتكلم يا معلم ان انا لسه موجود في الدوري، انت مش هتكسب الدوري. انت طلعت خلاص صفر، انت ولا كاس طلعت منه في فرقه درجه ثالثه، وبعد كده هوب في دوري الابطال طلعت من بايرن، وما طلعتش من بايرن بس، طلعت من بايرن بكارثه يا معلم. ده عاملين عليك ماتشين، كفايه بس الماتش الاول، الماتش الاول ده لوحده كارثه. انت ما جيتش الماتش الاول، ماتش تاني حاولت انك تلم الدنيا، وحاولت بقيره ريال مدريد، بالايجو بتاع ريال مدريد، بان انا ريال مدريد موجود على الساحه، بان انا ريال مدريد بقابل بايرن ميونخ في ملعبها. ما حاولتش يا معلم والله، او ما كسبتش او ما لعبتش او ما كنتش احسن. ده في دوري الابطال. في الدوري انت يا معلم عمال تطلع فوق وتنزل تحت، وعمال تتمطوح يمين وشمال، واخسر من جيونا، وبعد كده قبلها اتعثر ماتشين ثلاثه وما اكسبش مش عارف مين، واتعثر قدام فرقه صغيره واخسر من اتلتيكو مدريد خمسه. يا معلم انت موسم كله تخبطات. هل ده ما يديش ايحاء 1% انك عندك مشكله؟ هل ده ما يديش ايحاء ان انا 1% ان انا ما عنديش اتنين سنتر باك محترمين؟ هل ده يديني ما يديش حق ان مفيش واحد في الفرقه اقدر اعتمد عليه؟ يا معلم انا بس كورتوا مش موجود، امبابي مش موجود، الفرقه كلها مش موجوده. فينيسيوس بيحنكش بس ما عندوش. يا معلم فينيسيوس الماتش ده يعني مين يعني اشرس او اخطر لاعب في بايرن ميونخ دلوقتي؟ وانا مغمض من غير ما ابص، اوليسي اخطر لاعب في بايرن ميونخ دلوقتي. تمام. هل من طبيعي او من منطقي ان انا اشوف مندي طول الماتش 2 على 1؟ 2 على 1 على مندي، 2 على 1 صريحة طول الماتش. كيميتش ووليسي ال2 على 1 على مندي، عشان عندي واحد عاق قدام ما بيدافعش، عاق قدام ما بيرجعش، فكر نفسه نجم. انت مش نجم يا صاحبي، مفيش حد في ريال مدريد نجم مهما كان. انت مين؟ كوتو ولا واحد من احسن لعيبه التاريخ، انت مش نجم.
مفيش واحد في مدريد نجم. انت دلوقتي مش نجم مدريد يا صاحبي، انت مش نجم مدريد. انا مفيش نجم في مدريد. انا دلوقتي يا صاحبي صفر. انا دلوقتي انا ما عنديش نجم. انا حاليا فرقه بلا نجم. كلكم لعيبه، كلكم بترجعوا تدافعوا وكلكم بتهاجموا مع احتفاظ بالمراكز. بس معلش يعني امبابي النهارده كان بيدافع وعنده شراسه دفاعيه وبيعمل تاكل وواحد واتنين وبيدافع ويزق ويعمل. فيني راجع بيتمخطر، فيني راجع بيتحرك وبيتمشى، وما بس بيحب يضغط يقوم جاي ضاغط عامل كده الكوره ترجع او او تتباصر او يحصل فيها حاجه، خلاص صاحبي عادي مش هجري عليها. هل ده الطبيعي؟ هل ده منطقي؟ اللعيبه كلها ال10 لعيبه او ال9 لعيبه كلهم بيدافعوا الا فيني. ليه يا صاحبي؟ انت ماسك عليها زله، ماسك عليها زله. يا عم ما خلاص بقى، خلاص يا عم، يا ابو ده عقد عايز تجدده يا عم، ما تزهقناش يا صاحبي. يعني حتى ما بتهاجمش، ما بتعملش خطوره. عملت اسيست وحلو قوي الاسيست يا معلم، وكان عندك كوره واثنين وثلاثه مبابي كان ممكن يعملهم لك وتجيب فيها جون واثنين وثلاثه وكنت حلو في الماتش هجوميا. بس يا صاحبي ما انا يعني مطالب مني ان انت في وقت من الاوقات ترجع تدافع، لان انت لاعب بيلعب وراك لعيب زي مندي، لعيب زي كاريراس، محتاج ان ارجع ادافع معاهم. مش على طول يا معلم هسيبهم 2 على 1 صريحه. هما مسكوها، هما مسكوا الحته دي يا صاحبي، هما مسكوا اوديسي ده مسكك النهارده والماتش اللي فات، عمل اللي ما اتعملش. ومش شايلها كلها لواحد زي فينيسيوس، مش شايلها كلها لواحد زي جامافينجا اللي بغباء. ما هو ما تجيش تقول لي ان دي عدم خبره او قله خبره. اصل انت انا اسف بتلعب في مدريد ومش اول موسم او مش لسه جاي. لو هويسن يا عم هقول لك ما عنديش مشكله، غلط يا عم ودي قله خبره وبقاله كتير ما بيلعبش او اصل ده غباء برضه. ما هو دي مالهاش علاقه بخبره، انا ما بقولكش خبره دلوقتي، ما بقولكش انك عملت تاكل في مكان خطير، ما بقولكش انك لبستني ضربه جزاء عشان الوقت لبسها لك فدي تتسمى خبره، ده غباء يا معلم. ده جول اللي ما بيتعصبش او النادي انا ما بيتعصب، او هو عيل كده اللي هو ما بيتعصبش حاجه كريمه كده يا معلم، بدأ يشوح لك. انت غبي يلا، انت غبي، انت واخد انذار وخدت الكوره وعطلتها تاخدها وتمشي. انت ايه الغباء ده يلا؟ ايه الغباء ده؟ عطلتني يعني كنا بنفكر بقى هل هنا الانذار اللي كامافينجا، يعني انا بدات ادور بعمل سيرش هل كامافينجا هيلعب الماتش الجاي لو خد انذار، يعني خد انذار هيلعب الماتش الجاي ولا مش هيلعب؟ لا يا معلم انت مش هتلعب الماتش الجاي، كلكم مش هتلعبوا الماتش الجاي كده كده مش فارقه. بس قبل يعني بعد الضرب انت لا مش هتلعب الماتش الجاي، انت خلاص اكدتها لي، انت مش هفكر انك تلعب الماتش الجاي. الماتش الجاي ايه اصلا يا صاحبي؟ انا هروح اقابل باريس وانا هقابل باريس بالفرقه دي؟ مش منطقيه. عشان بس لما كنا بنيجي نطبل لكورتوا ونقول كورتوا بيشيل كوره صعبه شفت الجون الاول؟ شفت الجون الاول؟ شفت كورتوا ازاي كان بيبقى واقف سادد مكانه. كورتوا كان بيلبسنا في حاجات ما عنديش مشكله، واتفق جدا ان كورتوا لبسني في حاجات وكانت حاجات سهله، بس شال كميه كور. يا معلم الجون الاول ده ما يخشش في شوبير، ما يخشش في علي لطفي يا معلم، ده هو اتمركز غلط. ما هي مش هو اتمركز غلط، هو كان المفروض يطلع على الكوره ما طلعش على الكوره، او سرح او مش عارف اللي حصل، بس هو واقف مكانه لقى بلوفيتش طلع قدامه، فبقى خلاص يا معلم هو لو عمل كده بجون الوقت، لو الكوره خبطت فيه جون اصلا، ما هو خلاص ما فيش حد قدامه وما فيش حد جنبه، الجون اللي جنبه هو على الخط اصلا، ولونين بقى واقف وراه، يعني لونين اصبح ان هو واقف وراه. ما فهمتهاش، ما فهمش الجون الاول اللي فين لونين. طب هو عمل ايه طيب؟ او هو عمل كده ليه؟ او فكر في ايه؟ ما هو اكيد ده مش فكر، هو ما فكرش زيه زي كامافينجا، هما الاثنين ما فكروش. اخر حاجه، يعني انت شفت الدكه صح؟ انت النهارده كنت خسران يا عم، انت كنت خسران من بدري. هل انت كنت هتجيب جون من بدري؟ لا ما كنتش هجيب جون من بدري. ليه؟ لان ما عنديش دكه، ما عنديش سكواد ديف، ما عنديش حد ينزل مع الدكه اقعد اقول لك والله هيرجعني تاني للحياه. انا لما حبيت ارجع تاني للحياه او في اخر دقيقه خلاص انزل بقى يعني الناس اللي عندي بتهاجم، نزلت عيل من الناشئين ونزلت مستنتونو. فيعني ما اعتقدش خالص ان دول الدكه اللي ينزلوا ينجزوا الماتش، انقذوني. ما اعتقدش خالص، ما اعتقدش خالص ان انا شفت منهم اي ابداع في اخر مثلا 6 دقايق اللي هم نزلوا فيهم. نزلوا في الدقيقه 88 باين، 6 دقايق او 4 دقايق ولا بدل ضايع، يعني كله 6 دقايق. ما اعتقدش خالص ان دول كانوا ممكن ينزلوا ينجزوني، اي حد مش هينزل ينقذني كده كده، يعني اي حد مهما كان اسمه ايه مش هينزل في 6 دقايق يقلب الماتش، انت مش جده، فمش هنزل اجيب جون. بس يعني ما اعتقدش خالص ان انت حتى لو مديهم نص ساعه، ما اعتقدش خالص الاتنين دول كانوا ممكن يبقى عامل خطوره على بايرن.
ما اعتقدش يا معلم. في كوره ميليتاو خد الكوره وتنيته يجري، يجري بس. هو ميليتاو لاعب بوزيري جدا، والله العظيم لاعب بوزيري جدا. هو بيبقى في وقت كده من الاوقات تحس ان هو اتهبل اتهطل في حاجه كده. هو الجنون اشتغلت دلوقتي، اشتغلت دلوقتي. هو هيفضل يجري ياخد الكوره ويجري. ماذا بعد؟ انا مش عارف. هو مش عارف اللي هيحصل، بس هو هفضل اجري، 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 اتقطع، فيبقى سايب مساحه ورايا، وافضل اجري 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 بقى الناحيه التانيه، فاهم؟ يعني اجري الناحيه التانيه، افضل اجري 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 بس اخش جول. فاقوم جت يا دي يا جون، فاهم؟ ميليتاو ده اللاعب اللي المفروض ان انا ابني عليه بقى السكواد، عشان هو اللاعب الوحيد اللي عنده حاجه. المفروض ان ميليتاو وهويسن الثنائيه اللي في مدريد دلوقتي هم الاساسيين، الاثنين الاساسيين. هويسن اللاعب التقني اللي انا كرهت كلمه تقني اصلا بسببه. وميليتاو طبعا لاعب بوزيري جدا، ممكن يبقى احسن واحد في 90 دقيقه، ممكن يبقى اوحش واحد في 90 دقيقه عادي، ما فيهاش مشكله. بس يعني انت طلعت من بايرن، انا اتعشمت. انا اتعشمت جدا، كنت شايفه ماتش سهل جدا، مش سهل جدا بس سهل ان ارجع. مش صعبه، مش المنتدى كانت صعبه. وبانت اكتر وزودت اكتر في ان انا جبت جون في اول دقيقه، او اول دقيقه، اول 55 ثانيه اول دقيقه. وبعد كده هم اتعادلوا معايا، فانا قمت جاي جايب جون تاني، تعادلت التاني، فبقت فيها ايه عادي، تاني ارجع تاني. فهم جابوا جون تاني، بقينا هم كسبانين. فانا جبت جون تالت، فاهي ما بتشتغل اهي، ما بتشتغل وضع عادي، وضيعت كوره جوه السته من امبابي اللي ما كانش فايق. امبابي ده قصه لوحده، نسيتك انت. تعال هنرجع تاني، تعال. ايه يا اسطى؟ ايه؟ ايه يعني ايه؟ انا كنت خايف انك تضيع الكوره بتاعت الجون دي، كنت خايف والله امبابي يضيع الكوره بتاعت الجون دي. ده يا معلم، ده في كوره جوه السته، جوه السته عادي بنجيبها، والله احنا بنجيبها في اي حته. انت جبتها من على حدود 18 من فرنسا، جاي معانا تضيعها؟ جدع حظ قمر وضاعت. ما انت يا معلم والله جبتها في فرنسا وكانت ابعد. جاي دلوقتي تقلش، جاي دلوقتي تقلش. وبعدين في كوره تانية، هي الحمد لله اوف سايد، الحمد لله اوف سايد. انت يا معلم خلاص، انت شوت عادي، شوت عادي، شوت، شوت مش محتاج. انت حدود 18 شوت. قام جاي يا معلم والله مباصي. والكوره اللي انا محتاج اباصي بيها لفينيسيوس عشان هو خلاص راح انفراد لوحده وشه للجون، قام جاي باصي في حته تانية. والكوره اللي كان محتاج انه يشوط وقفل وش رجله، فتح وش رجله، فالكوره بقت شكلها كوميدي قوي. انت مش فايق ليه يا اسطى؟ انت المفروض، يعني المفروض انت الستار بلاير بتاعي، نجم الفريق. انا ما عنديش نجم، بس يعني ده المفروض نجم، ده يعني ده اللاعب اللي انا دلوقتي ممكن اتاثر بعدم وجوده. فان انت تبقى موجود في الملعب ومش موجود، دي كارثه. انت لو كنت كسبت حتى ما كنتش صعدت، كملت وصلت للنهائي، ما اعتقدش خالص انك كنت هتعدي من باريس بالدفاع ده، بالسكواد ده، باللعيبه دي. كنتش هتعدي خالص بلون لوحده، ده كارثه. موسم راح اصلا كده كده، بس يعني ما يروحش بفضيحه بقى، ما نخسرش الماتشات الجايه كلها. انا عايز نكسب حاجه، نكسب يا عم اي حاجه في الدنيا. والله نكسب الماتشات الجايه يا عم، ابقى ماضي. فاهم؟ يمكن برشلونه يتعصى ولا حاجه، عندهم ريال بيتيس وعندهم سيلتا فيجو وعندهم ختافي وعندهم احنا، فلسه ممكن عندنا امل ان احنا نكسب الدوري. صعب ان نكسبه بس في امل شويه. فمش هكسب الدوري بلونين. الماتش الجاي هتعصب عادي جدا على فكره، لونين هيبقى السبب ان انا اتعصب عادي جدا. لونين وميليتاو وهويسن واقفل يا عم اقفل. سلام.